التجارب على الحيوانات من أخطر العمليات اللي ممكن تحصل، لأن بسببها ممكن يحصل كوارث لو التجارب دي فشلت. وده اللي هنشوفه في البداية لما بنكون في كوريا وبنشوف مجموعة من العلماء بيعملوا تجارب على أكتر من 3 مليون كلب سنويا، وبنروح لمجلس الأمن وبيكون في عصابة خاطفة أسرى كتير، ولكن العصابة دي مش بتتصل عشان تعمل مع الحكومة أي مفاوضات ولا حتى يطلبوا فلوس. وهنا بيقول مدير الأمن واللي بيكون مترشح لرئاسة الجمهورية إنهم لازم يأجلوا الهجوم على العصابة لشهر كمان عشان دي فترة الانتخابات، وعشان هو خسر كتير قوي من جنوده. بس هنا هم بيكونوا معترضين لأنهم كده هيعرضوا حياة الأسرى للخطر. فهنا بيرد نائب مدير الأمن واللي اسمه تشاك إنهم شاكين إن العصابة دي بتأجل المفاوضات عشان يطلبوا فلوس أكتر، أو عشان الأسرى دي أصلا ماتوا، فالعصابة ما بتعملش مفاوضات لأن ما عادش عندهم حاجة يتفاوضوا عليها. وهنا الاجتماع بيخلص وبيتكلم مدير الأمن مع النائب وبيكون فرحان جدا بشجاعته وبكلامه، وكمان بيديله فلوس عشان بنته عاوزة تسافر تدرس بره وبيتكفل بمصاريفها. ولما تشاك بيروح البيت بيتكلم مع بنته، ومن الواضح ان علاقتهم متوترة جدا من وقت موت والدتها، وبيكون هيبيع البيت عشان مصاريف سفر بنته، وبيلاقيها واخدة كتاب مامتها كانت كاتباه، وبنعرف هنا انها متعلقة قوي بمامتها من ساعة ما ماتت. وفعلا هو بيتحرك مع بنته وبيطلع على جسر المطار عشان يوصلها، ولكن في اليوم ده بيكون في ضباب شديد قوي والجو مغيم، وبيدخل البنزينة عشان يفول عربيته. ولما بيجي يدفع بالفيزا بيرفض الراجل وبيقوله انه عاوز كاش. فهنا بيلاحظ تشاك ان الراجل ده معاه مفاتيح كتير وانه اصلا سائق شاحنة، وبيضحك عليه على اساس انه عامل في البنزينة وعاوز يسرق فلوسه. فعلى طول تشاك بيسيبه وبيمشي من غير ما يدفع. وعلى الناحية التانية بنشوف بنت اسمها يورا وبتكون مسافرة لبطولة جولف، ولكن جواز سفرها بيكون منتهي ومش بتقدر تطلع للطيار، وبتوبخ اختها واللي بتكون مديرتها في نفس الوقت لان المفروض اختها هي اللي كانت تجدد الاوراق دي. وهنا بيتعرفوا على ست عجوزة وجوزها واللي بتكون عندها زهايمر. المهم انهم بيركبوا العربية وبيطلعوا على جسر المطار عشان يرجعوا لبيتهم، وبنشوف معانا يوتيوبر طالع لايف وبيجري بعربيته بسرعة جنونية في الضباب عشان طبعا يجيب متابعين وفلوس كتير جدا. وكمان بنشوف ان على نفس الطريق ده تشاك وبنته وكمان الست العجوزة وجوزها، واثناء ما تشاك ماشي بيشوف عربية عسكرية محملة كلاب كتير قوي ماشية جنبهم. وفي الوقت ده اليوتيوبر المجنون ده بيعمل حادثة بالعربية، وطبعا بسبب الضباب الكثيف ده عربيات كتير قوي بتعمل حادثة بسببه، وبيتقلب الطريق كله لكارثة كبيرة حرفيا. وبنشوف الراجل بتاع البنزينة بياخد عربيته وبيطلع ورا تشاك عشان ياخد منه الفلوس، وبيكون تشاك على الناحية التانية من الطريق وبيشوف عربية من اللي تبع الجيش اتقلبت، وبيكون موجود في العربية دي دكتور أبحاث. وهنا بينزل يطمن عليهم وبيلاقيهم كويسين، وبيطلب الدكتور من الجنود انهم يروحوا بسرعة يطمنوا على الكلاب اللي في العربية. ولما بيروحوا بيلاقوا ان الكلاب كلها هربت وكمان في جنود ماتت. وهنا بيشوشوا الشبكة على الجسر عشان محدش يعمل اتصالات. وفي الوقت ده البنت الصغيرة بتشوف كلب بيخبط راسه بشدة في السور، وبيوصل والدها بسرعة وبيبعدها عنه، وبيبدأ الدكتور يطلع الجهاز عشان يتحكم في الكلاب ويرجعها تاني. ولما بيحاول تشاك انه يعرف ايه اللي بيحصل وايه الكلاب دي، ساعتها بيكتفوه ويكلبشوه جوه العربية. وبيبدأ واحد من العساكر يتكلم بصوته عشان الكلاب دي بتكون متبرمجة وجواها شريحة تحكم على انها تهاجم اصوات الاهداف. وفعلا كل الكلاب بتروح ناحية الصوت وبيبدأوا يهاجموا العسكري، وبيقدر فعلا انه يدخلهم جوه القفص ويحبسهم. ولكن للأسف بيكون في كلب واحد بس هو اللي ما استجابش للأوامر وواقف لسه في مكانه. وهنا بتوصل طيارة عشان تاخد الكلاب من المكان بسرعة، مع ان بيكون غير مسموح بهبوط اي طيارات على الجسر لانه طبعا خطر جدا. وهنا بيتكلم الدكتور مع تشاك وبيعرفوا ان الكلاب دي معمول عليها تجربة اسمها تجربة الصمت، وان هو يسأل مدير الامن وهو هيقول له على كل حاجة. وفي الوقت ده بيبدأوا انهم يرفعوا القفص بالكلاب، ولكن بيكون الكلب اللي اسمه E9 لسه موجود في نفس المكان مش بيتحرك. فبيروح واحد من الجنود عشان يشوفه، بس بيلاقوا ان الشريحة بتاعته وقعت وانه دلوقتي هرب ومش هيقدروا يتحكموا فيه. وهنا بيطلع الكلب وبيخلص على كل الجنود اللي في الطيارة. فطبعا الطيارة بتقع وبتتخبط في الجسر وبتتفجر. وهنا كل الكلاب بتخرج عن السيطرة وبتهرب من القفص، وبتبدأ انها تهاجم وتقتل كل الناس اللي على الجسر. وبيقدر تشاك وبنته ومعاهم الدكتور انهم يهربوا بالعربية، وبيشوفوا الراجل الحرامي ده وبياخدوه معاهم بسرعة في الشنطة. وبيقدر مجموعة من الناس انها تهرب وتوصل للأتوبيس اللي موجود فيه الراجل العجوز ومراته، وبيدخلوا كلهم جوه وبيستخبوا بسرعة. وللأسف العربية بتتعطل بتشاك، وطبعا الكلاب بتوصل لهم وبتحوط العربية. وفي الوقت ده بيطلع مدير الأمن وبيتكلم مع الصحافة وبيقول لهم انهم بيعملوا
كل اللي في ايديهم عشان ينقذوا الناس قبل ما الجسر ينهار. وهنا الدكتور بيبتدي يحكي له عن ايه هي تجربة الصمت اللي اتعملت على الكلاب، وبيقول له ان كان هدفه في الاساس انه يطور الكلاب عشان تقدر تنقذ البشر عن طريق انها تسمع الصوت وتنقذ الناس، ولكن الجيش اجبره انه يطور الكلاب دي للصيد والقتل، وطبعا الكلاب دي بقت مفترسة جدا والتجربة فشلت وما قدروش يسيطروا عليه. وبنعرف ان في شريحة في دماغ كل كلب عشان يتحكم فيه عن طريق الاصوات، وبيكون مدير الامن مستغرب هي ليه الكلاب دي موجودة على الجسر، فبيعرفوا المساعد ان الكلاب دي كانت حصل لها مشكلة في التجربة وانهم كانوا بينقلوهم عشان يتخلصوا منهم ولكنهم هربوا. وبيتكلم تشاك مع مدير الامن وبيقول له انهم يبعتوا فريق انقاذ، ولما بيحكي له عن تجربة الصمت بيقول له مدير الامن ان زيه لسه عارف دلوقتي بالموضوع، بس بيقول له ان الرئاسة كانت موافقة على التجربة دي وانهم كمان متورطين فيها، وفي الوقت ده بيقدروا انهم يهربوا بسرعة من العربية ويدخلوا هم كمان للاتوبيس. وهنا بيتكلم تشاك مع مدير الامن وبيقول له انهم يفضلوا قاطعين الاتصال عشان محدش من الصحافة يعرف اي حاجة عن الكلاب، وانهم يبعتوا فريق التدخل السريع عشان قبل ما ينقذ الناس يخلصوا الاول على الكلاب دي ويمحوا اي اثار للتجربة، وده طبعا قبل ما الصحافة تعرف اي حاجة. وبيكون خايف ان يورط مدير الامن في الموضوع ده عشان الرئاسة. وفي الوقت ده بيبدأ الجسر انه ينهار، وبيبدأ تشاك يعرفهم بنفسه وان في قوات جاية تساعدهم وهتنقذهم، وفعلا هم كلهم بيفرحوا وبيطمنوا، وطبعا بيضحك عليهم وبيقول لهم ان الكلاب دي مسعورة بس، ومش بيقول لهم انها طبعا كلاب عسكرية ومدربة كمان، ولكن الحرامي بيكون عارف ان الكلاب دي مدربة وتبع الجيش لانه سمع وشاف كل اللي حصل. فهنا تشاك بيقول له انه لو سكت هيكرمه وهيديله مكافأة كمان 100,000 دولار. وفعلا بنشوف ان القوات دي وصلت، وبيكون مهمتها الرئيسية انها تقتل الكلاب الاول قبل ما تنقذ الناس، ولكنهم مش بيلاقوا الكلاب فبيقرروا انهم ينقذوا الناس. بس بنشوف ان الكلاب دي لسه موجودة ومراقبة الناس، وفعلا بيبتدوا انهم يتحركوا، ولكن اثناء ما هم ماشيين بيلاقوا ان عربيات كتيرة الانذار بتاعها بيشتغل، وبتكون كل الكلاب محوطاهم من كل حتة. فهنا فعلا الكلاب بتهجم عليهم وبتتصاب اخت يورا وكمان الست العجوزة، وبيقدر بسرعة تشاك انه ينقذ بنته ويهرب، وبيدخل بيها لشنطة الاتوبيس وبيسيبها عشان يروح يجيب اللاسلكي لانه وقع منه. وفعلا هو بيعمل كده، وكمان بيجيب الكتاب بتاع بنته، وبيقدر انه يوصل لباقي الناس اللي لسه عايشين. وهنا بيكون الحرامي قال لهم على كل حاجة عن تجربة الصمت وعن ان الكلاب دي تبع الجيش اصلا وانها مدربة. وعلى الناحية التانية بنلاقي ان الدكتور موجود مع البنت في الاتوبيس، وبيحكي لها عن الكلب اللي اسمه E9 وعن كل التجارب اللي عملوها عليه، وان كل الكلاب دي مستنسخة اصلا منه، عشان كده E9 يعتبر مامته. وبيحكي لهم كمان انهم كانوا في المعمل بياخدوا اطفال الكلب E9 ويقتلوهم قدامه عشان طبعا يخلوها تبقى شرسة اكتر واكتر، وانها دلوقتي بتنتقم من البشر على اللي عملوه فيها وفي اطفالها. وبنشوف ان تشاك قدر انه يولع في خشب ويتحرك بيه مع باقي الناس عشان يوصلوا للاتوبيس، واثناء ده بيكلم مدير الامن وبيعرفه ان الناس كلها عرفت حقيقة اللي بيحصل، وبيقول له يجهز قناصين عشان اول ما يوصلوا لحافة الجسر بالناس يضربوا الكلاب ويقضوا عليها. وفعلا هم بيقدروا انهم يوصلوا للاتوبيس وبيخوفوا الكلاب بالنار، وبيقدر الحرامي بالمفاتيح اللي معاه انه يشغل الاتوبيس عشان يتحرك بيه ويوصل لحافة الجسر. ولما بيحاول تشاك انه يتكلم مع مدير الامن ويقول له يضرب النار على الكلاب، للاسف محدش بيرد عليه. فهنا بيقرروا انهم ينزلوا في شنطة الاتوبيس ويستدرجوا الكلاب للاتوبيس فوق ويحبسوهم، وفعلا هم بينجحوا في كده. ولكن للاسف في الوقت ده الست العجوزة بتكون ماتت، وبيزعل عليها زوجها جدا. وبسرعة هم بيطلعوا بره شنطة الاتوبيس لان الكلاب بتكون هتنزل للشنطة، بس العجوز بيضحي بحياته عشان يقدر انه يقفل الباب عليهم قبل ما الكلاب توصل لهم. وهنا تشاك طبعا بيكون مصدوم ومتضايق جدا على اللي حصل، وبيتصدم اكتر لما بيعرف من الدكتور انه مدير الامن هو الشخص اصلا اللي بدأ تجربة الصمت، وانه هو المسؤول عن كل اللي بيحصل ده، وانه موافقته على المشروع هي اصلا اللي خلته يقدر يترشح للرئاسة. وهنا بيكلمه وبيعرفه انه هينتقم منه وان لسه صاحي ومش هيسيبه، وبيقرر انه هيتحرك في الاتجاه التاني للجسر ناحية الغاز السام بالشاحنة بتاعة الحرام. ولكن للأسف المفتاح موجود في الاتوبيس وطبعا الكلاب كلها هناك. وهنا الدكتور بيقول لهم ان الكمبيوتر بتاعه وقع هنا، وانهم لو لقوه هيجرب تاني يتحكم في الكلاب. وفعلا بيلاقيه، وبيقرر تشاك انه يخلي الكلاب تتعرف على صوته هو، وساعتها هي هتبتدي تهاجمه وهو يقدر انه يروح للقفص ويحبسهم هناك. وفعلا هو بيعمل كده وبيروح يحبس نفسه جوه القفص، وبتقدر يورا ان
انها تكسر الازاز بتاع الاتوبيس عشان الكلاب تهرب، وكمان الحرامي بيقدر انه يجيب المفتاح بسرعة. وفي الوقت ده كل الكلاب بتهجم على تشاك وبيكون خلاص الجسر بينهار، وبتقدر بنته انها تنزل له بسرعة وتركب الخطاف في العربية، وبسرعة بيسحبوها وبيجروا قبل ما الجسر كله ينهار، وفعلا بينجحوا انهم يعدوا الناحية التانية من الجسر. ولما بيوصلوا بسلام بيكون الاسعاف والصحافة مستنيين، وهنا تشاك بيضرب مدير الامن وبيعرف الناس والصحافة ان هو السبب في كل اللي بيحصل، وان كل حاجة عن تجربة الصمت متسجلة على الكمبيوتر بتاع الدكتور. وهنا بتقرر بنته انها ما تسافرش تدرس بره وانها تفضل مع والدها، وطبعا بيكون علاقتها هي وهو رجعت تاني زي الاول. وكمان يورا بتقول لاختها ان ملهاش ذنب في ان جواز السفر يكون منتهي، وان هي كانت عارفة من البداية وكانت خايفة تسافر عشان خايفة تخسر البطولة. وبنشوف ان الكلب E9 لسه صاحي وشكله كده لسه عاوز ينتقم. وبكده بيخلص فيلمنا النهارده، وياريت لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لنا لايك واشترك في القناة وفعل الاشعارات للكل عشان يوصلك كل جديد مننا.